كنت تعرف إن زي النهاردة 7 مارس حصل فيه أحداث غيرت شكل حياتنا؟ من اختراع الموبايل اللي في إيدك لحد اللحظة اللي شفنا فيها شكل كوكبنا من الفضاء لأول مرة. تعال أقولك إيه اللي حصل. في 7 مارس سنة 1876 ألكسندر جراهام بيل أخد رسمياً براءة اختراع التليفون، والورقة دي هي اللي بدأت عصر التواصل اللي احنا عايشين فيه النهاردة، ومن غيرها ما كانش زمانك بتشوف الفيديو ده. وفي 7 مارس سنة 1908 كان يوم النور لمصر بافتتاح الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة حالياً، المنارة اللي خرجت عمالقة الأدب والعلم والسياسة وبنت عقل مصر الحديث. وفي 7 مارس سنة 1947 البشرية شافت نفسها لأول مرة لما تم التقاط أول صورة لكوكب الأرض من الفضاء الخارجي باستخدام صاروخ، واللحظة دي غيرت نظرتنا للكون كله. وفي 7 مارس سنة 322 قبل الميلاد رحل المعلم الأول أرسطو، واحد من أعظم الفلاسفة اللي عرفهم التاريخ، اللي حط قواعد المنطق والعلوم اللي لسه البشرية ماشية عليها لحد النهاردة. وفي 7 مارس سنة 1979 كان يوم حزين لعشاق الرياضة لما أعلن الأسطورة محمد علي كلاي اعتزاله الملاكمة وهو في قمة مجده، وساب الحلبة وهو لقب الأعظم في التاريخ. وفي 7 مارس سنة 1963 بدأت التحركات الحقيقية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بقيادة زعماء القارة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر عشان يوحدوا صوت أفريقيا قدام العالم كله. تفتكروا مين أكتر شخصية من دول أثرت في تاريخنا أكتر؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، واعمل فولو عشان زي بكرة. سلام.